فاكر آخر مرة دخلت مكان وخرجت منه، حد من اللي حواليك قال الله الشخص ده كان مختلف، ولا عديت كأنك ما كنتش؟ المشكلة مش إنك تعدي، المشكلة إنك تسيب الدنيا زي ما هي. أيوة، ما تضيفش فيها أي لمسة من لمساتك. إحنا كبشر مش بنفتكر اللي كانوا موجودين، إحنا بنفتكر اللي سابوا بصمة. أيوة، اللي لما مشيوا حسينا بغيابهم في الشغل بقى، في الجامعة، في صح في صحابك، أو حتى في زيارة سريعة. كل مكان بتدخل فيه عندك فرصة، أيوة، إنك تسيب أثر كده. مش لازم بقى تبقى مشهور ولا عبقري، لأ خالص، بس لازم تبقى أنت بس النسخة الصح من نفسك. النهاردة بقى يا بطل هقولك إزاي تسيب أثر في أي مكان تدخله، مش بكلام محفوظ كده ولا تمثيل، بخطوات بسيطة. بس صدقني صدقني هتفرق في حياتك كلها. يلا بينا بقى ندخل في الموضوع على طول. أول خطوة علشان تسيب أثر في أي مكان تدخله هي إنك تكون على طبيعتك، بس بأفضل نسخة منك. يعني إيه الكلام ده؟ تعال أقولك. يعني ما تحاولش تلبس شخصية مش بتاعتك، ما تحاولش تبقى حد تاني علشان الناس تعجب بيك. الناس أصلا عندها حاجة زي الرادار كده، بتحس بسرعة مين اللي بيتصنع ومين اللي صادق في حضوره. بس الطبيعي مش معناه انك تسيب نفسك كده وخلاص، لا، خليك النسخة المرتبة من نفسك. يعني تبقى مهذب وواثق من كلامك، بتبص في عيون الناس، اي اللي هي الاي كونتاكت، بتضحك ابتسامة بسيطة مش مزيفة. عارف الشخص اللي اول ما يدخل المكان كده تحس انه رايق كده، مش علشان شكله، علشان طاقته الحقيقية. خليك الشخص اللي لما يتكلم تحس انه مش بيحاول يثبت حاجة، مش متوتر، مش بيدعي انه جامد. زي ما بيقولوا الجامد ما بيقولش على نفسه هو جامد، هو بس هو. وده لوحده كفاية يخلي الناس تاخد بالها منك وتفتكرك بعد ما تمشي. حتى كلنا بنحب الناس الصريحة اللي مش لابسة وشوش كده، بس بنحب اكتر الناس الصريحة وفي نفس الوقت بتكون مهذبة وخفيفة ومريحة. خد القاعدة دي وامشي بيها في اي مكان. انا مش لازم اكون احسن حد، انا بس هكون افضل نسخة من نفسي، وساعتها هتسيب اثر من غير ما تتكلم كتير. تاني حاجة معانا، اسمع اكتر ما تتكلم. عارف انك ممكن تسيب اثر كبير جدا في اي مكان بس من غير ما تتكلم. ايوه، الموضوع ببساطة انك تسمع اكتر ما تتكلم. الناس بتحب تحكي، تحب اللي يديهم مساحة كده، اللي يحسسهم ان كلامهم ليه قيمة. بس اغلب الناس لما تيجي تسمع بتفكر ترد هتقول ايه، مش بتركز في اللي بيتقال. انما انت بقى لو عايز تسيب اثر حقيقي، اسمع بتركيز. اهم حاجة بص في عين اللي قدامك، زي ما قلتلك اعمل اي كونتاكت، هز راسك وانت بتسمع، رد بجملة صغيرة تدل على انك مركز، زي فهمتك، يعني حصل كده، واو، دي حاجة تقيلة قوي. الناس لما تلاقيك بتسمعهم بجد بيحسوا انهم مهمين فعلا، وده احساس نادر جدا. وساعتها حتى لو ما اتكلمتش كتير هتفضل في بالهم كده. فاكر الشخص اللي قعد معايا وسابني اتكلم، حسيت ان حد فهمني لأول مرة. السمع صدقني مش ضعف، بل بالعكس ده وعي وقوة، لانك بتفهم اللي حواليك وبتخليهم يحسوا انك شخص مختلف، مهتم، محترم ومريح. خدها قاعدة كده، كل كل الناس كل الناس بتحب تتكلم، بس قليل قوي قوي اللي بيسمع. ولو كنت من القليلين دول ساعتها وجودك يبقى مش عادي. تالت حاجة معانا، سيب دايما طاقة حلوة. في ناس
اول ما تدخل المكان كده تحس ان الجو بقى خفيف، تحس ان في طاقة حلوة كده دخلت مع الشخص ده، مش علشان بيضحك بصوت عالي ولا علشان بيتكلم كتير، بس علشان حاجة واحدة بس، وهي طريقته خفيفة، حضوره مريح، وكلامه بيريح اكتر. الطاقة دي على فكرة مش سحر خالص، دي حاجات بسيطة جدا بس بتفرق. زي ايه؟ زي ابتسامة خفيفة كده وانت داخل، مش لازم تضحك وتوزع الضحك كده على كل المكان، بس يبقى وشك بشوش كده. زي لما تقول لحد شغلك حلو قوي، او انا مبسوط اني قابلتك، او حتى هزار بسيط كده يضحك الناس حواليك من غير ما تقل ادبك او تسخر من حد. الناس بتحب الشخص اللي لما يقعد معاهم يسيبهم احسن ممن كانوا. تحس كده انك بعد ما اتكلمت معاه مودك اتظبط، وده لان الطاقة بتتنقل كده تلقائيا. لو انت جاي متضايق مثلا وبتنشر النكد لا سمح الله، الناس على طول هتبعد عنك. لكن لو جاي خفيف كده ريفريش بشوش ايجابي، الناس هتحبك وهتحب وجودك وهتفتكرك بالخير على طول. فاكر اللي قلتلك عليه انك تسيب اثر؟ ايوه، اهو دي من اسرع واقوى الطرق انك تسيب وراك طاقة حلوة تريح القلوب. رابع حاجة، خليك هيلبفول، متعاون. من اكتر الحاجات يا سيدي اللي بتخلي الناس تفتكرك وتحبك انك تكون متعاون، هيلبفول، بتساعد من غير ما حد يطلب. يعني ايه؟ يعني ببساطة تشوف حاجة تقدر تعملها وتقوم تعملها كده من نفسك انت. واحدة شايلة حاجة تقيلة، قوم ساعدها على طول. حد تايه، قوله الطريق. زميلك مش لاقي حاجة في الشغل او مش فاهم حاجة، ساعده حتى لو ما طلبش منك. الحاجات دي شكلها يبان لك انها بسيط جدا كمان، بس بتسيب صدقني اثر كبير قوي. ليه؟ علشان الناس دايما بتفتكر اللي وقف معاهم في لحظة صغيرة، اللحظة اللي كانت بالنسبة ليك عادية بس بالنسبة لهم هم كانت فرقت، وفرقت جامد جدا كمان. وساعتها هتفضل صدقني في دماغهم كده مترسخ بالشكل ده. ده الشخص اللي ساعدني من غير ما اطلب، اللي كان واقف جنبي وقت ما حدش لاحظني فيه. مش لازم تبقى بطل خارق، ما قلتلكش كده. كلمة، حركة أو تصرف صغير بس في وقته وساعتها هتسيب أثر من غير ما تعمل دوشة. خدها قاعدة كده، الناس مش دايما بتفتكر اللي بيتكلم كتير، لكن عمرهم ما بينسوا اللي ساعدهم من قلبه. خامس حاجة، قول كلام إيجابي عن الناس قدامهم. عارف إنك ممكن تغير يوم حد كده بكلمة. ايوه، ما تستغربش. اه والله، بكلمة واحدة تطلع من قلبك كده تسيب اثر ممكن يعيش معاه يوم كامل او حتى عمره كله. مش ببالغ، بس خد بالك، مش بتكلم انا هنا عن المجاملات الفاضية، لأ، بتكلم عن انك تقول كلام ايجابي حقيقي عن الناس قدامهم. يعني مثلا لو شايف ان حد شاطر في حاجة، قول له انا لاحظت انك مركز جدا وشغلك نظيف. لو حد كلامه هادي ومريح كده، قول له بصراحة طريقتك في الكلام بتخليني اهدى. او حتى حاجة بسيطة زي انا بجد بحب وجودك، بتخلي الجو الطف كده. الحاجات دي صدقني الناس مش متعودة انها تسمعها، لكن لما بيسمعوها بتفرق معاهم بشكل كبير. ممكن يكون الشخص ده كان حاسس انه مش كفاية وانه مش واخد باله من نفسه، وكلمتك دي تبقى اول مرة حد يشوف فيه حاجة حلوة، وتبقى كمان سبب انهم يفتكروك ده الشخص اللي شافني وقال لي حاجة حلوة من غير ما اطلب ومن غير ما يبقى في مصلحة كمان. خدها قاعدة كده، زي ما نقول في كل نقطة، الكلمة الطيبة عمرها ما بتضيع، وساعات كلمة بسيطة بتبني جوه الشخص حاجة عظيمة.
نقطة رقم 6، سيب ريحة حلوة حرفيا ومعنويا. بمعنى، في نوعين من الناس يا سيدي، ناس بتعدي وتتنسي، وناس تسيب أثر حتى بعد ما تمشي. ومن الحاجات اللي فعلا بتخلي الناس تفتكرك إنك تسيب ريحة حلوة، أيوة، حرفيا ومعنويا. بمعنى إيه؟ أولا، حرفيا اللي هي ريحة العطر، اللي هي ال البرفيوم. عارف لما تمشي من مكان كده والناس تفضل حاسة انك لسه موجود، تعبير مجازي يعني. ريحة عطر خفيفة، مش قوية ولا خانقة، بس مميزة. النوع اللي الناس لما تشمه تاني يقولوا الله، دي ريحة فلان. الريحة بتربطها الناس بيك، أيوة، وبتفضل في الذاكرة. ثانيا بقى، ودي الأهم، الريحة المعنوية. بمعنى يعني تبقى من الناس اللي أول ما تفتكرهم كده تقول كان شخص رايق مريح، حضوره خفيف، حسيت بالراحة وأنا معاه. خليك من الناس اللي بتهدي مش بتوتر، اللي بتتكلم بذوق وبتعامل الناس بأدب، وما بتخليش حد يخرج من عندك متضايق. دي برضو ريحة بتسيبها وراك، ريحة طيبة، ريحة نفسية نظيفة، طاقة حلوة. خدها قاعدة كده، سيب ريحة حلوة. الناس ممكن تنسى شكلك بس عمرهم ما هينسوا احساسهم وهم معاك. سابع واخر حاجة معانا، خلي فيه حاجة مختلفة. لو عايز تسيب اثر حقيقي، خلي فيه حاجة مختلفة. بمعنى حاجة كده تميزك، الناس تفتكرك بيها اول ما اسمك يتقال. الموضوع مش معناه انك تبقى غريب او متصنع، بس تبقى انت، بس بنكهة خاصة كده. ممكن تبقى جملة دايما بتقولها، زي عيشها ببساطة، او انت تستاهل احسن. وتبقى الناس لما تسمع الجملة دي تقول دي بتاعت فلان، دي بتاعت فلان، دي بتاعت علان. ممكن تبقى طريقتك في السلام، اسلوبك في الكلام، حتى لبسك. عارف اللي بيهتم يلبس ستايل بسيط بس أنيق كده، الناس بتاخد بالها صدقني، وبتقول الشخص ده دايما شكله مرتب مهندب. أو ممكن تبقى نغمة صوتك كده، طريقة ضحكتك، رد فعلك على المواقف. يعني أي حاجة تبقى بصمتك، أي حاجة بتبقى عليها بصمتك الخاصة. الناس بتحب تفتكر صدقني اللي مختلف، اللي مش شبه الباقي، بس في نفس الوقت هو مريح حقيقي، مش بيحاول بقى يلفت الانتباه بالعافية. خدها قاعدة كده مني، سيب لمسة، كلمة، أو حتى حركة تبقى علامتك انت، البراند الشخصي ليك يعني. بمعنى أصح، التميز مش دايما في اللي كبير، اوقات بيبقى في تفصيلة بسيطة وبسيطة جدا، بس بتخلي الناس تقول الشخص ده عمره ما هيتنسي. وفي النهاية يا بطل، كل اللي اتكلمنا عنه النهاردة مش محتاج منك تبقى شخص خارق ولا تبذل مجهود خرافي بقى علشان تسيب أثر. الموضوع كله بيتلخص إنك تكون واعي ومهتم، وباني لنفسك شخصية حقيقية بس فيها لمسة مختلفة كده. الناس مش بتفتكر اللي بيحاول يثبت نفسه بالعافية زي ما قلنا، الناس بتفتكر اللي بيكون نفسه بس بأفضل نسخة منها، اللي بيضحك من قلبه واللي بيهزر بذوق، واللي لما يتكلم الناس تسمعه، واللي لما يمشي تفضل الناس تحكي عنه. افهم دي، الأثر الحقيقي مش في الكلام الكتير ولا لبس مبهر كده، ولا انك تبقى في وش الكاميرا طول الوقت. الأثر الحقيقي في تصرف بسيط بس صادق، كلمة، نظرة، حركة، توصل ل... توصل لقلب اللي قدامك. يعني لو انت بتدخل مكان كده وبتخرج والناس تقول الولد ده رايق، كان حضوره خفيف،
كان بيسمعني خلاني مبسوط وانا معاه. فانت كده يا معلم سبت اثر بجد. وعلشان كده اسأل نفسك دايما بعد اي مكان تروحه، هل سبت ورايا حاجة ولا كنت مجرد شخص عدى كده وخلاص؟ لو عجبك الفيديو بقى يا بطل اعمل لايك، وما تنساش تنورنا بزرار الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، وتفعل زرار الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد. وزي ما اتعودنا نقول في كل مرة، انت الاساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو احب اقول لك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية.